38 جريحا. وفور وقوع الحادثة وجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حادثة سقوط الرافعة، داعيا الجهات المعنية كافة إلى توفير الدعم والرعاية الطبية لجميع المصابين. من جهتها أكدت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن سقوط الرافعة على الحرم المكي كانت نتيجة للعواصف الشديدة والرياح القوية والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مكة المكرمة أمس. في هذه الأثناء تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالات عديدة للتعزية بضحايا الحادث من قادة شقيقة، لا سيما من الرئيس المصري وعاهل البحرين والعاهل الأردني. انهالت التعازي على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد وفاة أكثر من 100 وإصابة نحو 200 جراء سقوط رافعة في الحرم المكي. ملك البحرين نقل تعازيه للملك سلمان في اتصال هاتفي، إلى جانب اتصال آخر من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر في اتصال هاتفي عن عزائه ومواساته للعاهل السعودي، الذي تلقى كذلك اتصالا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر فيه عن تعازيه ومواساته. مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام من جهته نعى وفيات الحرم المكي متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين. وفي واشنطن أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي عن تعازيه وأسف الولايات المتحدة جراء ما حدث في الحرم المكي. الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمر بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حادثة سقوط الرافعة والخروج بنتائجها عاجلا، داعيا جميع الجهات المعنية إلى توفير الدعم والرعاية الطبية لجميع المصابين. يعني سريع جدا اني اشوف احوالكم واي شيء تريدونه ترى احنا بخدمتكم. الله يطول عمركم. انتم ضيوف الرحمن. نعم. يطول عمركم. وحنا يشرفنا خدمتكم. الشرف. بارك الله. ما نشوف شر. الدفاع المدني السعودي أوضح من جانبه أن الرياح كانت أحد الأسباب الرئيسية لسقوط الرافعة. الرياح هي التي كان لها دور كبير في عملية خلخلة الرافعة حتى سقوطها على جزء من المطاف وكذلك المسعى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكدت في بيان رسمي لها أن سقوط الرافعة أتى نتيجة للعواصف الشديدة والرياح القوية والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مكة المكرمة، ما تسبب في سقوط جزء من إحدى الرافعات بالمسجد الحرام. عبد الرحمن العصيمي، العربية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.